طلاب، توضيح مهم جدا لكم بخصوص حقيقة تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء القادم المصادف 3/1/2023. انتشرت هواية أخبار على هذا الموضوع، بالإضافة أنه هواي من الطلاب جاي يسألون هذا الخبر صحيح أو لا، فراح نوضح لكم إن شاء الله من خلال هاي البصمة. فلا تنسى أنه تشاركها لأصدقائك حتى يكون عندهم علم بالموضوع. أول شيء الخبر اللي انتشر هو أنه راح يكون تعطيل للدوام رسمي أو عطلة رسمية يوم الثلاثاء القادم، وهذا شيء لحد الآن مو صحيح. ما عطلت لا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا محافظة عراقية علنت بشكل رسمي أنه راح تكون عطلة رسمية. بالإضافة أنه يوم الثلاثاء 3/1 هو ما موجود ضمن قانون العطل الرسمية، يعني مو عطلة رسمية لجميع المحافظات العراقية. زين، شلون راح يكون بها تعطيل للدوام؟ هسه راح أوضح لك. العطلة ممكن تكون عطل محلية داخل المحافظات، كل محافظة مثلا تريد تتضامن ويا هاي الحادثة فتقدر تعلن تعطيل الدوام بالمحافظة عن طريق المحافظ مالتكم. يعني مثلا انت بأي محافظة، فكيف المحافظ ينطيها عطلة، ما ينطيها عطلة، ينطيها فقط حداد مثل ما صار العام بمحافظة نيسان. فهذا الشيء يعتمد على المحافظ. زين، شو وقت يبين؟ ان شاء الله يوم الاثنين القادم راح نحسم هذا الموضوع، وراح نعرف المحافظات اللي راح تعطل الدوام من المحافظات اللي راح يكون عندها دوام رسمي. واكيد احنا راح نبلغكم اول باول بقناتنا، قناة طلاب العراق الرسمية.